ابو غازي، لو كنت رئيس الحكومة ما هي أولوياتك بخصوص المشاريع؟ ايه، اولوياتي كثيرة، لكن اولها احل مشكلة السكن. حلو. وشلون تحلها؟ سهلة. شلون؟ حلها سهل. اتفق مع شركتين 3 شركات صينية كورية، واقضبهم هالاراضي، والخير موجود، الفلوس موجودة، يبنون لي 500,000 وحدة سكنية، ترى ب6 أشهر ورشنهم نمل تقوم هالبنايات، ووزع على العالم. وفوق هذا توفير لكم يا الحكومة، انتم قاعدين تصرفون الحين 150 مليون بالسنة بدل الأجار، تفكون العالم، توسعون على العالم، وسعوا على ابنوا عمودي 50 برج في 20 دور، هاي 1000 وحدة سكنية، وزعوا على العالم. اي بس الاراضي غالية. أراضي غالية أحسن. من اللي خلى الأراضي تغلى كذي؟ الحكومة ولا الأراضي فاضية طفحة. أنا بالطيارة طالع ولا على غط الشوف، الأراضي فاضية صبخ، بنوها، عمروا الديرة، طلعوا الأبراج، طلعوا مثل ما سوى العالم. فيكم وسعوا على العالم. زين، والبدون شو نسوي فيهم؟ شو تسوي فيهم؟ البدون فيهم ناس زينين، الزينين اللي يستاهلون جلسوهم، واكثرهم يستاهلون ترى، على الاقل مو احسن من الوافدين اللي تالفين الديره، وخصوصا مالت شرق اسيا، ما حد موسخ الديره وعافس الديره غيرهم. البدون هذول عيال الكويت، مولودين بالكويت، ولاءهم للكويت، والدليل على هذا يوم صار غزو كلهم قعدوا مساكين، ما عندهم ديره ثانيه غير الكويت. وظفوهم، فكوا روحكم من هذول الوافدين اللي عسى ما تختلف مع واحد اللي راح السفاره وصارت مشكله بين الكويت وبين السفاره وسبوا يدورون الشارع عليك. شنو؟ كلام مضبوط. وغيره؟ غيره مطار، ذمتك هذا مطار عندنا؟ ما تعرف الرايح اللي مسافر واللي راد نفس الشيء، خط واحد مداعم، عرباي مداعم، ما تعرف اللي مسافر من اللي جاي. ايش حقه؟ ايش دعوه؟ ابنوا، خير موجود، خططوا، سووا حالكم حال العالم، خل ترد الديره مثل اول واحسن. يا هذا بلا بعد فن. كلام صحيح. ولو يعني تسمح تقول لنا بعد خير. بعد عندي بلاوي، بس اخاف يكلبشوني. لا تحاتي، احنا في بلد ديمقراطي. اي لا، مقابل وقت الصجيه لا اتكلبش. اي ويخزني هذا الطرفي. هذا مال تكلبش الظاهر، لأن من قعدت ولا كلمة معناها قاعد ياخذ اسمي. لا اترخص بعد ما اقدر اقول اكثر. لا تحاتي. ايه اقول ابو انس يبدو